هو ايه الحكاية اللي بتحصل لما تشوف او تسمع حاجة كتير فتبدأ تحبها او تتعود عليها من غير ما تاخد بالك؟ اهلا بيكم يا جماعة في سلسلة 30 حيلة من علم النفس الاسود. الحيلة اللي معانا النهاردة هي اسمها تأثير التعود. هبسطها لك، هديك مثال بسيط. لو سمعت اغنية لأول مرة وما عجبتكش قوي، بعد كده بتبتدي تسمعها في الشارع، في الراديو، في العربية، في المحلات، تلاقي نفسك بتهز دماغك معاها وبتحبها، ومش بعيد كمان تغني معاها مع انك في الاول ما كنتش طايقها. الفكرة هنا بقى انك اتعودت عليه، ومع الوقت بقت مقبولة وبدأت تحبها. ده بقى اسمه تأثير التعود. دي حيلة نفسية اسمها تأثير التعود. تأثير التعود ده أي حاجة بشوفها كتير، بتتكرر عليا كتير، بسمعها كتير، أي حاجة كتير، بيحصل إيه؟ بيحصل إن أنا بعد كده بتعود عليها، ألاقي نفسي بحبها من غير ما أدرك ده. يعني لما يتقال لك حاجات كتير في ودنك، تلاقي نفسك حتى لو أنت مش مقتنع بتعمل الفكره دي او بتعمل اللي بيتقال لك، حتى لو انت مش مقتنع من جواك. بس الفكره ان عقلك خد على ان هو يتعود على صياغه الجمله دي في دماغه، فبالتالي بيقوم ينفذ على طول. فالخلاصه هنا ان تاثير التعود ده هو لما الحاجه اللي تشوفها او تسمعها كتير تبتدي تبقى عاديه، وبعد كده ممكن تحبها حتى لو ما كنتش عايز كده من الاول. عارف الاعلانات اللي بتشوفها على كل شويه على السوشيال ميديا؟ في الاول كده ممكن تقول ايه ده، انا مش مهتم بالمنتج ده ومش عايزه، بس بعد شويه تكرار من الاعلان ده تلاقي نفسك بقت عندك رغبه ان انت تجرب المنتج ده. وهنا في تجربة علمية عملوها الباحثين، عرضوا على الناس صور لأشكال معينة كذا مرة. كل ما يشوفوا الصورة أكتر كل ما يقولوا إن هي أحلى، حتى لو الأشكال دي كانت عادية في الأول. مجرد التكرار خلوهم يحبوها أكتر. الدرس هنا مش كل حاجة تشوفها كتير تبقى فعلا أحسن. وهنا نفكر، لما نشوف إعلان كتير، أغنية كتير نسمعها، حاجة كتير بنشوفها، فكر الأول، هل أنت محتاج المنتج ده؟ طيب هل أنا محتاج أسمع الأغنية دي وبحبها فعلا؟ فكر شوية قبل ما التكرار يخليك تعمل العادة دي وأنت مش واخد بالك. وهنا هقول لك على مثل بيتقال زمان: الزن على الودان أمر من السحر.